والله اضمن لك ان شاء الله ان انت لو مشيت على الجدول ده تيجي في نهايه شهر رمضان تكون خلصت كل حاجه متراكمه عليك. ولو وراك اي جزء انت عاوز تراجعه هتراجعه ان شاء الله، ولكن اتبع الجدول ده بالظبط، تخلص كل حاجه انت عاوزها قبل ما تبدا مراجعه نهائيه بعد العيد. لان خلاص يا عم انت في النهايات، وما ينفعش طبعا ان انت تكون مراكم بجد في الفتره دي بالذات. ولو مراكم لازم تلحق نفسك. ليه برضو؟ لان خلاص لسه الوزاره منزله دلوقتي النماذج الاسترشاديه بتاعتكم، والنماذج الاسترشاديه دي مهمه جدا جدا جدا، اهم من حياتك. يعني انت لو مش هتدخل امتحانات اخر سنه لازم تحل الامتحانات الاسترشاديه. فدي حاجه مهمه، وانا هقول لك طبعا ازاي تحلها صح، وازاي تطلع بكل الافكار اللي في النماذج الاسترشاديه دي، وكمان اصلا تجيب النماذج الاسترشاديه اصلا منين. فكمل معايا الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجايه. نبدا الاول بالنسبه لايه الجدول بتاع التراكمات والجدول بتاع المراجعه قبل العيد. في الاخر هكلمكم عن حته النماذج الاسترشاديه زي ما قلت. بالنسبه للتراكمات فانت الفتره دي بجد ما ينفعش ان انت تكون مراكم خالص. ليه؟ لان خلاص بجد انت في النهايات، فلازم اي جزء انت مراكمه وتلحق نفسك وتنجز بسرعه. هتقول لي ازاي وانت اصلا محصلتك بتقل في رمضان، واللي بتعمله في الايام غير في الايام العاديه غير رمضان بيقل في رمضان، فانت ازاي عاوز تزود المحصلات بتاعته في رمضان؟ ما هو مفيش حل. ليه؟ لان احنا في رمضان اللي فات بالظبط احنا خلصنا منهج على نهايه شهر رمضان، وفي في مثلا ماده او مادتين احنا خلصناهم بعد العيد، ولكن معظم المواد احنا خلصناها في رمضان. فمش هينفع طبعا ان انت تستنى لحد العيد وتقول ان انا صايم دلوقتي ومش عارف ايه، فمش هينفع ان انا استغل الشهر ده. لا طبعا انت لازم تستغل الشهر ده جدا جدا جدا، زي ال 20 مره اللي اتكلمت عنهم قبل كده في حته التراكمات، لان هي بجد مشكله، وهي دي حلها الوحيد. حلها الوحيد الا وهي ان انت دلوقتي كده تكتب كل حاجه متراكمه عليك. والله تجيب ورقه وقلم، انا متراكم عليا في ماده كذا كذا، متراكم عليا كذا وكذا. لازم تعمل كده. والله دي لا، اصل مفيش حل، انت خلاص في اخر فرصه نهائيه. علشان مثلا ما حدش يجي يقول طب انا لو بدات دلوقتي هلحق ومش هلحق. انت في النهايات، فيعني ايه ان ما بداتش دلوقتي هتبدا امتى؟ هتبدا بعد الامتحانات؟ اكيد لا طبعا، فلازم يبدا دلوقتي. فانت دلوقتي هتجيب ورقه وقلم وتكتب كل حاجه متراكمه عليك في كل المواد. خلاص يا عم. او كمان لو انت مش مراكم وحابب تراجع هتعمل نفس الموضوع برضو، وتكتب الورقه دي كده وتعلقها قدامك. انا على فكره معلق حاجات كده بس مش هوريها لكم. تعلقها قدامك بحيث ان انت تكون شايف كل يوم الحاجه المتراكمه عليك. فبص، اول خطوه انت لازم تعملها بعد انت ما كتبت كل حاجه متراكمه عليك، الا وهي ان انت تخلي كل يوم ساعتين. والحوار ده كل مره بقول ان انت كده لازم تخلي كل يوم ساعتين، لان مفيش بجد زي ما قلت مفر، مفيش حل تاني. زي ما قلت هو مفيش حل تاني والله، فانت مضطر ان انت تعمل كده. هتيجي كل يوم وتتفرج على الاقل ساعتين، يا عم هنقول ساعه ساعتين زي ما تفضى. ولكن اكيد اصلا انت عندك ايام فاضيه ما بتروحش فيها دروس خالص، فالايام دي انت تستغلها جدا 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 في ان انت تجيب الحاجات المتراكمه عليك. فتبدا ازاي؟ انت والله شهر رمضان 30 يوم، وهنفرض يا عم ان انت مثلا هتاخد اول بعد 10 ايام بتاع العيد، بعد العيد مثلا تكون خلصت بقى كل المناهج. ال 40 يوم دول انت تستغلهم جدا 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 جدا، كل يوم ساعتين. ازاي برضو؟ قال لك والله دلوقتي انا النهارده عليا مثلا دروس من بعد الفجر للظهر، يعني دروسي في الصبح. الساعتين دول هيكونوا امتى؟ ممكن يكونوا من دور العصر، من العصر للمغرب، ممكن يكونوا بالليل، على حسب ما انا هحطهم، كل واحد فيكم بيختلف عن التاني. وذكر نفسك كده وحط خطه ال 40 يوم دول، اكتب قدامك كده زي جدول برضو، حط كل يوم اكتب فيه 1 2 3 لحد 40، اللي هو ال 40 يوم دول لحد مثلا بعد العيد ب 10 ايام زي ما قلت تكون انت خلصت كل المناهج. بحيث ان انت كل يوم تصحى انا والله وفرت النهارده ساعتين وذاكرت فيهم، تعلم ان انا عملت كده في اليوم ده. بكره النهارده تاني يوم انا المفروض ان انا اعمل كذا، فتيجي معلم على تاني يوم وتالت يوم. انا عملت والله بجد الجدول ده وعملت كان، ولكن كان في اخر 60 يوم، اخر 60 يوم بالظبط، اللي هو عملته من 5 15 4 لحد 15 6. وجي كده ال 60 يوم دول كنت كل يوم انا المفروض اراجع كذا واعمل كذا، وكنت كل يوم بعلم على الحاجه اللي انا المفروض اراجعها، وكنت بعلم ان انا خلاص اليوم ده النهارده كده انا عملت اللي انا عليا فيه. طيب برضه الساعتين دول هتعمل فيهم ايه؟ لان هم ساعتين فمش كتار، وفي نفس الوقت مش قليلين لو انت استغلتهم صح. هتستغلهم صح ازاي؟ بان انت والله دلوقتي انا ورايا جزء في الاحياء متراكم، جزء صغير يا عم، انا متراكم على حاجات كتيره في الاحياء. انا بتكلم ان احنا النهارده هناخد جزء صغير جدا منه. الجزء الصغير ده والله بحسبتي انا كده ممكن ياخد مني مثلا ساعه لو انا هذاكره. اقول ان هو 5 صفحات 10 صفحات، هياخد مني مثلا ايه ساعه. انا موفر ساعتين. الساعتين دول لو انا اول مره اسمع الحاجه دي واسمع شرح ليها، وما توقعتش ان حد فيكم كده اصلا، لان غالبكم سمع الشرح سواء نزل سنتر او بياخد اونلاين، فغالبكم سمع الشرح ولكن ما ذاكرش، فهو متراكم عليه المذاكره. المذاكره ان انت تفتح كده الكتاب وتبدا تذاكر الحاجه اللي عليك دي، وتذاكرها مذاكره كده حلو، وتيجي بعدها لو فضل وقت في الساعتين دول انت هتحل عليها، وتيجي تاني يوم تحل عليها برضه، يبقى انت كده خدت يومين لجزء متراكم، بعدها يومين لجزء متراكم تاني. هتلاقي نفسك والله مع مرور الوقت انت بتلاقي نفسك ان انت بتخلص حاجات متراكمه عليك انت ما كنتش متخيل ان انت اصلا تخلصها. ونفس الموضوع طبعا لو انت بتراجع وعاوز تستغل الفتره دي في المراجعه، سواء مثلا انت عاوز تحل كتب المراجعه النهائيه او في كتب فاضله معاك وانت عاوز تحلها، فهتعمل نفس الموضوع برضو المراجعه. وكمان المراجعه هتكون اسهل عليك بكتير جدا. انت ممكن الساعتين دول تراجع باب كامل، مش هقول لك بقى انت بتراجع دروس لان انت مش بتذاكرها اول مره، فانت الساعتين دول بتراجع باب كامل. يعني انت لو مسكت الماده اسبوع او 10 ايام بكتير جدا هتكون راجعتها مره ويمكن اتنين كمان، ومش مجرد مراجعه، ده يمكن كمان انت حليت عليها. فاستغل الفتره دي كده الله يسترك قبل العيد علشان بجد ما تحسش ان الوقت فات منك. وزي ما قلت ابدا من دلوقتي وهتلاقي الدنيا ظبطت معاك.
ولو انت عندك اي سؤال في الحته دي اسالني في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله. بالنسبه للنماذج الاسترشاديه بقى، وانا كنت لسه شايفها كده ان هي نزلت، وكان يوم السابع كان منزلها وحاط اللينك بتاعها يعني. ايه هي النماذج الاسترشاديه اصلا؟ اظن ان انت بتحل الامتحانات السابقه بتاعتنا بتاع مثلا من 2021 لحد 2024 بتلاقي حاجه اسمها نموذج استرشادي واحد ونموذج استرشادي اثنين. احنا 24 السنه اللي فاتت ما نزلش نموذج استرشادي لينا. ليه؟ استكفى بتاع السنين اللي فاتت. فاحنا هتلاقي عندك 2024 دور اول ودور ثاني بس اللي هو اللي احنا امتحناه، ولكن النماذج الاسترشاديه ما نزلناش. طب ايه فائده النماذج الاسترشاديه؟ مهمه جدا 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 ان هو بيعرفك الاسئله جايه ازاي. في اسئله بتيجي من النماذج الاسترشاديه، طبعا في اسئله بتيجي من النماذج الاسترشاديه. ولو انت حليت مثلا النموذج الاسترشادي بتاع 2021 وجيت تحل امتحان 2021 هتلاقي جاي فيه افكار بجد هي ولكن متغير الارقام. فانت النموذج الاسترشادي ده انت لازم تعتبره امتحان، يعني انت لازم ما تحلوش مره، انت تحله النهارده مره غلطت فيه، تيجي بعدها باسبوع تحله مره تاني، تيجي لحد اخر الامتحان تكون حليته بتاع 4 5 مرات. ليه؟ انت تكون في ال4 5 مرات دول تكون انت خلاص قفلت كل الافكار اللي فيه، ومش مجرد ان انت حليت الاسئله بس، لا، انت حليت الاسئله وعرفت لو هو هيجيب لك سؤال تاني على نفس الفكره هيجيبه لك ازاي، وهكذا. انت تعمل ايه كده بالظبط عشان تستغله كويس؟ بمجرد ان انت تدخل على اللينك وتنزل النموذج الاسترشادي، الافضل طبعا ان انت تطبعهم وجايبها معاك ورقيا كده. ليه؟ لان انت كتب المراجعه النهائيه اللي انت جبتها او هتجيبها مش هتلاقي فيها نماذج الاسترشاديه دي، لان هي لسه نازله، وكتب المراجعه النهائيه باقي لها مثلا شهرين بتطبع ويمكن اكتر كمان. فانت لازم ايه تطبعهم كده لنفسك وتخليهم. طب هتعملهم ازاي؟ غالبا بالظبط انت بعد يومين ثلاثه هتلاقي ايه اليوتيوب، يعني هتلاقي اليوتيوب متربس كده مدرسين كل مدرس حل النموذج الاسترشادي ده. فانت هتحل النموذج الاسترشادي كانه امتحان زي واي اسئله زي اللي انت بتحلها، هتحلها كويس. انا تقف معاك او انت ما تعرفش تحلها وتطلع عندك غلط تسال المستر بتاعك فيها وخلاص، وتكتب جنبها كل خطوه في السؤال ده، سواء مثلا سؤال فيزياء او احياء او كلام زي كده، وتكتب الفكره بتاع السؤال ده وتعلم عليه. حلو، يبقى انت كده الاسئله اللي انت مش عارفها، والاسئله اللي انت عارفها لو كانت سهله فانت على الاقل هتديك خبره. اللي بيفكر في اخر السنه ولا هيحط لك امتحان في اخر السنه بيفكر ازاي، وهل فعلا الاسئله بتيجي من المريخ ولا لا، مع ان مش بتيجي من المريخ ولا حاجه. وبالنسبه برضه حته ان انت من فتره كنت شايف هيصه كده على حته ان انت الامتحان بتاعكم مش عارف 30% صعب، وقعدت تقولوا ازاي صعب والكلام ده. على فكره الكلام ده متطبق من 2011، فيعني الكلام ده بقاله 4 سنين، يعني من اول ما النظام الجديد وهو محطوط كده 30% و40% و40%، 30% مستوى عالي، 40% الى حد ما، و40% كويسين. فمفيش حاجه جديده يعني، فمش عارف انتوا مشغولين ليه. فمفيش حاجه اسمها امتحان 2025 هيكون صعب عن الامتحانات اللي فاتت والكلام ده، مفيش كده خالص. وزي ما قلت انت كده كده هتشوف في النماذج الاسترشاديه الاسئله بتيجي ازاي. فلو انت عايز النماذج الاسترشاديه اكتب لي بس في الكومنتات ان انت عاوز اللينك بتاع النماذج وانا هبعته لك وانت نزله. وبس، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجايه. سلام.